عمرك سألت نفسك إحنا ليه لازم نقرا كتاب؟ إيه السؤال ده؟ على فكرة مش لازم نقرا كتاب، تبقى غلطان، لأن العظماء زي أينشتاين كانوا بيقروا كتب. ليه ده؟ عشان زمان مفيش نت ولا حاجة، فكان الحل الوحيد إنه يقرا كتاب. أحب أقولك يا صديقي إنك صح، بس في حاجات ناقصة. اكتشفوا إن قراءة الكتب دي حاجة عظيمة جدا، بس إنت مش واخد بالك. لقوا إن مخ أينشتاين حجمه أكبر من مخ الإنسان العادي. ده كفاية إنها بتحسسك إنك شخص مثقف وعندك كاريزما في نفسك. صحيح إنك بتحس بالملل من قراءة الكتب في الأول، ده بس علشان أنت مش متعود عليها. جرب كده تقرا 4 صفحات في اليوم، هتحس إنك عايز تكتشف إيه اللي في الصفحات اللي بعد كده، وهتقعد تقلب في الصفحات لغاية لما تلاقي نفسك وصلت لربع الكتاب من غير ما تحس. هديك مثال مثلا، يعني أنا مثلا ما كنتش بحب قراءة الكتب ولا في دماغي، بس لما دخلت مكتبة المدرسة حسيت بإني قلت أنا لازم أقرا، حسيت إني واحدة من الناس المثقفين كده اللي بس بيدخلوا المكتبة. طب إيه بقى، عرّفينا كده أهمية القراءة. في أبرز 6 أسباب يخلّوك فعلًا لازم تقرا. 1. اكتساب المعرفة والثقافة، بتوسّع آفاق دماغك على تعلُّم معلومات جديدة في مجالات مختلفة. تاني حاجة بتحفّز عقلك على تقوية الذاكرة، بتساهم في الحفاظ على الوظائف المعرفية مع تقدُّم العمر. 3. تطوير التفكير والتحليل والقدرة على حل المشكلات واتخاذ القرارات. 4. تنمية الخيال والإبداع، ده بقى أحلى حاجة في القراءة. لقيت أصحابي معاهم كتاب قلت لهم إيه ده، قالوا لي دي رواية، وقعدوا يحكوا مع بعض عن الرواية، وأنا حبيت بعد كده قراءة الروايات. 5. تحسين المهارات اللغوية والكتابية. 6. تقليل التوتر والاسترخاء، بتكون وسيلة للهروب من ضغوطات الحياة، وممكن تنقلك لعوالم أخرى وتمتع عقلك. حرفيا قراءة الكتب دي حاجة جميلة، وفيها كل ما تتخيله، إنجليزي، عربي، روايات، تاريخ، حضارة، آداب، فنون، اللي نفسك فيه. وفي معرض الكتاب ده تقدر تشتري فيه اللي نفسك فيه. غير المواهب اللي هناك والموسيقى الجميلة، أكتر من الآلاف من الأشخاص بيجوا المكان ده بس علشان يقروا كتب. شُفت قد إيه القراءة مهمة، مش شرط يكون فعلًا في نت وتلخيصات للكتب، لسه في ناس بتحب الورق. عن نفسي باحب الورق أحسن من الديجيتال، باحس إني فعلًا باقرا كتاب، واللي بيقروا كتب أكيد فاهمين ده. من الآخر روح اقرا كتاب، يمكن في يوم من الأيام تبقى زي أينشتاين وأحمد زويل. وبس كده، لو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك الجميل بتاعك، الشير والسبسكرايب، ولو عندك أي تعليق اكتبه في الكومنتات.